اوكي يا شباب، في البداية كده عندنا كوتشينة هنا طبيعية جدا مفيش فيها اي ترتيب. وخلونا كمان علشان نتأكد خلونا نفنطها مرة كده قدام الكاميرا. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هطلع ورقة واحدة بس من الكوتشينة، بس مش هوريها لكم، هنشوفها في نهاية اللعبة. اوكي، ده التوقع بتاعي. ودلوقتي خلونا نكمل بقية اللعبة. خلي قدامنا التوقع هنا طول الوقت. دلوقتي المطلوب منك او المطلوب من الشخص اللي انت بتلعب معاه الخدعة انه يقسم الكوتشينة 3 اجزاء، يعني فلنفترض ان ده جزء وده جزء. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنفتح اول ورقة من الكوتشينة، ونفتح كمان هنا اول ورقة من الكوتشينة، ونشوف كمان هنا اول ورقة. عندنا هنا رقم 10، يبقى هننزل 10 ورقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنحط ورقة هنا وورقة هنا، بقية الكوتشينة هننزلها كده. عندنا صورة، أي صورة عندنا هنا بنحسبها ب10، يبقى هننزل برضو 10 ورقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنحط ورقة هنا ورقة كمان هنا، بقية الكوتشينة من فوق. وهنعمل هنا برضو نفس اللي عملناه، هننزل 5 ورقات، 1 2 3 4 5. ونحط ورقة هنا وورقة هنا وبقية الكوتشينة من فوق. دلوقتي كل المطلوب مننا نعمله ان احنا هنشوف اول ورقة عندنا هنا رقم 1. خلونا نشوف تاني ورقة، هي برضو رقم 1. ممكن يبقى اللي حصل ده صدفة، بس الغريبة بقى ان تالت ورقة عندنا هنا هي كمان رقم 1. ولو كنتوا شايفين ان كل اللي حصل ده صدفة فلا، لان عندنا الورقة اللي انا كنت طلعها من البداية اساسا هي برضو رقم 1. دي بقى كانت الخدعة. يلا بينا نروح على الشرح. اوكي يا شباب، خلونا نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها في الخدعة دي. محتاجين 4 صور شبه بعض، ومحتاجين رقم 5 أو 6 أو 7 أو 4 أو 3، الرقم اللي يريحك. في الخطوات اللي احنا نعملها دي حدد الرقم اللي يبقى مناسب ليك واستخدمه. خلونا بقى نشوف هنعمل ايه بالورق بتاعنا ده. في البداية هنبتدي نشوف الورقة اللي احنا هنختارها، واللي هي هنا انا مجهز رقم 5. اي ورقة انت تختارها هتنقص منها رقمين، يعني عندنا هنا رقم 5، يبقى هنحتاج 3 ارقام عشوائية من الكوتشين، 1 2 3. طيب لو انت اخترت رقم 6 يبقى هتنزل منهم رقمين وهتحتاج 4 كروت عشوائية، وهكذا ايا كان الرقم اللي انت هتختاره فهننزل منه رقمين. وطبعا هقول لكم ليه احنا بننزل ورقتين من العدد بتاعنا ده بس قدام شوية. دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هناخد 3 ارقام متشابهين من اللي احنا مجهزينهم، هنحطهم فوق كده، وبعدين هنحط بعدهم 3 ارقام مختلفين مش مهم هم ايه بالظبط، وهنحط فوقيهم الورقة بتاعتنا التانية اللي هنلعب بيها. وفي النهاية خالص هناخد الورقة دي هنحطها وسط الكوتشينة كده. ودلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا بنفنط الكوتشينة نبقى حريصين دايما ان الترتيب بتاعنا يفضل زي ما هو. يعني لو انت حابب تفنط بالطريقة دي فنط عادي، بس خلي اخر جزء من الكوتشينة ينزل بنفس الترتيب كده، او فنط باي طريقة تاني انت تحبها، بس المهم تحافظ على نفس الترتيب. في الخطوة دي هتبتدي تقول للشخص اللي قدامك انا هطلع ورقة من الكوتشينة، ومش هقول لك هي ايه، هنعرف كده في نهاية اللعبة. وتبتدي تدور على الورقة اللي احنا اساسا حطيناها واللي هي دي. هنقول له دي التوقع بتاعنا، هنخليه هنا، خليه قدامنا كده طول الوقت. ودلوقتي هتقول له اقسم الكوتشينة من اي مكان 3 اجزاء، ادي جزء وادي جزء وادي جزء. طيب هنشوف اول ورقة عندنا هنا وهي رقم 6، هنشوف الورقة اللي عندنا هنا برضو رقم 6، هنشوف الورقة اللي هنا واللي هي رقم 5. لو طلعت معاكوا اي صورة بنت ولد شايب او جوكر فممكن تحسبوها ب10، دي مش مشكلة خالص، او احسبوها باي رقم تاني انتوا عايزينه. دلوقتي هنبتدي نقول له ان احنا هننزل من الورق ده نفس عدد الرقم اللي نزل، 1 2 3 4 5 6. بعدين هنقول له علشان نلخبط الكوتشينة اكتر هنحط ورقة هنا وورقة هنا، بقية الكوتشينة هتنزل فوق كده. خلي بالكم بقى علشان احنا لما حطينا ورقة زيادة هنا فكده ال3 ورقات بتوعتنا اللي احنا اساسا كنا حاطينهم واللي هم اساسا مختلفين، 3 ارقام دول بقيوا 4 ورقات مش 3 ورقات بس. وخلونا نشوف اللي هيحصل هنا.
هننزل برضو 6 ورقات، 1 2 3 4 5 6، وهنقول له هنحط ورقة هنا وورقة هنا. هننزل بقية الورق فوق كده. كده ال3 ورقات بتوعتنا واللي حطيناهم من البداية بقيوا 5 ورقات. وبكده احنا جاهزين نلعب اللعبة الأخيرة بتاعتنا واللي هي رقم 5. خليكم حريصين طبعا لما تيجوا تبتدوا من الناحية دي، ما تبتدوش من الجزء اللي احنا مرتبينه. دلوقتي هنبتدي ننزل 5 ورقات، واللي احنا خلاص اتأكدنا ان هم اوراق عشوائية ومش محتاجين منهم اي حاجة. هنبتدي ننزل 1 2 3 4 5، وبكده ال3 ورقات اللي جايين هم ال3 ورقات المتشابهين بتوعنا. كده هنقول له هنحط ورقة هنا وهنحط ورقة هنا، وبقية الكوتشينة هنحطها كده. بالطريقة دي هيبقى عندنا أول ورقة من فوق هنا هي 1، والورقة اللي هنا 1، والورقة اللي هنا 1. هنقول له ممكن ده كله يبقى صدفة، بس اللي مش صدفة ان انا كمان كنت متوقع ان كلهم هيطلعوا 1. بس يا شباب، ودي كانت الخدعة بتاعتنا، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقة اللي فاتت. يا رب تكون الحلقة دي عجبتكم. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك، ولو ينفع تشارك الفيديو مع اصحابك تبقى حاجة جميلة جدا. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.